النهارده هنشوف مع بعض اغرب مكان تسكن فيه قدام الاهرامات. بس قبل ما نكمل ما تنسوش تشتركوا في القناه وتوصلوا الفيديو ل 10000 لايك عشان تدعموني ان انا اكمل معاكم السلسله دي. المكان اللي احنا موجودين فيه اسمه فيلا خوفو. المكان دوت موجود في اقرب نقطه للاهرامات. اول بقى ما نخش من الغرفه بتلاقي زي طرقه كبيره كده، وبعد كده المكان بتاع النوم الرئيسي على اليمين. نشوف الغرفه بعد كده نرجع نشوف ايه اللي بعد الطرقه دي. طبعا الغرفه تحس انها اثريه، يعني تحس انها يعني حاجات كده فينتج. المفتاح بتاع الغرفه يعني عارفين المفاتيح القديمه دي، ده شكل المفاتيح اللي هي المفاتيح القديمه يعني اللي هي انقرضت دلوقتي تماما. ده اللي بيقفل لك الغرفه، باب الغرفه الداخليه يعني حتى شكل الباب وتصميمه والديكور بتاع الباب يعني تحس ان هو قديم قوي قوي. وبرده الاحساس ده بيجي لك لما تكمل بقى اكتشاف بقيه الغرفه. يعني مثلا عندك الكرسي ده تحس ان هو مثلا بقى له 200 سنه تقريبا، يعني كرسي اثري جدا جدا. يعني بص تفاصيل الكرسي وكده تحس ان هو من الكراسي العتيقه قوي. يعني الغرفه بسيطه خالص من جوه، معتمده في اللون الاساسي على الابيض والرمادي. اللون الرمادي طبعا فوق السرير اساسي. هنشوف ايه اللي موجود جوه الدولاب. جوه الدولاب موجود فيه فوط، دولاب بسيط سيمبل ما فيهوش كلام كتير. السرير هو الحاجه الوحيده اللي انت تحس انها شكلها جديد شويه او من الحاجات اللي هي الحديثه. برده من الحاجات القديمه هي النجفه. يعني بص النجفه تحس برده ايه، نجفه نحاس كده، تحس انها من 300 سنه. بصراحه عجبني فكره في الغرفه ان هم مركزين على الحاجات اللي هي القديمه، معيشك الاجواء. يمكن السرير والدولاب هم الحاجتين اللي انت تحس ان هم من الحاجات الجديده. السرير طبعا يعني مريح لابعد حد، لو تقعد عليه كده يسحبك. الناس برده هنا كريمه جدا. اول ما دخلنا طلنا بيبسي، 2 بيبسي و2 ميه، طبعا عشان فرق احجام ما بيني وبين عبد الرحمن، فدي عبد الرحمن الصغيره وانا الكبير. ولكن السرير شكله حلو. يعني خلينا نجرب المخده. الصراحه النومه مريحه، المخده والمرتبه مريحين جدا، فهننام بدون ازعاج. خلينا نشوف مع بعض البلكونه بتاعت الغرفه بتبص على ايه. طبعا البلكونه واسعه جدا ويعني في براح، ولكن الفيو هو اللي خيالي صراحه. الفيو رائع، المنظر خيالي. يعني انت شايف يمكن اقرب نقطه للاهرامات، انت شايف تفاصيل الهرم من هنا واضحه بالنسبه لك جدا جدا. يعني فطبعا الناس اللي بتحب الاهرامات ده موقع استراتيجي لابعد حد. الفنادق الخمس نجوم او الاربع نجوم القريبه جدا بالليفل ده اسعارها بتبقى فلكيه صراحه. فده اختيار يعتبر اختيار اقتصادي يعني بالنسبه للاسعار الثانيه، فده اختيار نزل لك السعر خالص. طبعا واحنا داخلين كده شفنا الطرقه كبيره، فخلينا نشوف ايه اللي موجود تاني في الغرفه بعد الطرقه دي. في هنا بابين، ده باب المطبخ تقريبا لان هنا الحمام. خلينا نشوف الحمام عامل ازاي. طبعا استكمالا للستايل القديم، هو هنا برضو الحمام تحس ان هو قديم جدا يعني عتيق خالص. وده باين بقى من الديكور بتاع الحمام اللي هي السيراميك المربع الصغير ده. فهم معتمدين ان هم يكملوا لك بقيه الديكور، يحسوك بالاحساس ان انت في مكان قديم فينتج، حاجه كده يعني ايه اثريه. يعني الحمام واسع وفي سخان عندك، الطيب برضو ظريف. هنا مكان اللي بتغسل فيه وشك، فالحمام ظريف مقبول. حاطط لك برضو هنا شاور جل، فالراجل يشكر يعني صراحه. تعال نشوف المطبخ. ده المفروض المكان بتاع المطبخ، ولكن اعتقد ان هم لسه في مرحله التجهيز. المكان جديد تماما، انا شفته على بوكينج واخد ريفيو واحد، فده معناه ان المكان لسه فاتح. فاعتقد ان هم لسه بيجهزوا، لان هنا مفيش غير حوض بس. واعتقد مثلا في المستقبل ممكن هيركبوا حاجه هنا او بتاع. يعني حتى ده تلاحظوا في الحوض لسه بكيسه، لسه بلاستيك ما شالش من على الحوض. فده دي دليل اكتر على ان المكان لسه في مرحله التجهيز. خلينا نشوف اكتر ايه اللي موجود في فيلا خوفو. وانت نازل بقى من غرفتك تشوف الديكور الغريب دوت. دي تابلوهات فاضيه، لك شكل السلم شكل غريب جدا صراحه. اول مره اشوف حاجه زي كده. تعالوا نكتشف بقيه المكان. طبعا الفيلا عدد الغرف فيها مش كتير قوي. الفيلا برضو عدد الغرف فيها محدود، ولكن هنا في مكان مشترك ان انت مثلا لو انت عايز تقعد هنا في انتريه، في قاعده، في جو ظريف، فده المكان المشترك اللي ما بينك وما بين النزلاء التانيين. والمكان برضو اثري لابعد حد. تلاحظ ده في الديكور بتاع البوفيه مثلا. الجهاز الغريب اللي انا ما اعرفش الصراحه ده ايه، اللي يعرف اسم الجهاز ده يقول لنا، اني صراحه ما اعرفش اسمه ايه تماما يعني، ولكن شكله مثير. المكان طبعا فيه واي فاي، وهنا عندك حاطط لك كاتل برضو مشروبات سخنه وشاي، وده شاي اخضر وكوبايات وسكر وكده وبتاع، عشان خاطر لو انت عايز تشرب حاجه. المكان واسع للقعده وظريف جدا. الكنبه دي غريبه جدا. الكنبه دي ما اعرفش من سنه كام، ولكن الديزاين بتاعها غريب. القعده بتاعت الكنبه مريحه جدا صراحه. يعني ما بحبش كنبه الجلد، ولكن لا يعني تحس ان في فخامه في القعده. القعده لشخصين بس، انت هنا قاعد بتتكلم مع حد كده. في طبعا نجفه كريستال وكده. مكان تحس ان هو فخم، تحس ان هو فخم عتيق قديم لذيذ يعني. لا مكان مختلف. طبعا هنا برضو الجنينه بتاعت المكان دي واسعه رهيب، فيه هدوء رهيب. يعني تحس المكان خليك دخلك في حاله من الاسترخاء. الدنيا هاديه تماما، القعده هاديه خالص، مفيش صوت زي ما انتم سامعين. تقدر انت مثلا تيجي هنا على المغرب تقعد كده تشرب كوبايه شاي او حاجه بعيد خالص عن ازعاج المدينه. هم لسه بيبداوا يجهزوا كده. برضه حاطط لك تلفزيون اعتقد مثلا بيشغلوه عشان خاطر يخلوا الناس تتسلى او كده تتفرج على ماتش او حاجه. شويه حاجات ظريفه. الديكور بتاع الفيلا ذات نفسه تحس ان هو يعني قديم جدا. يعني تحس عارف في السور اللي هو الصغير دوت، التصميمات بتاعت الفيلا القديمه. يعني هو الفكره في الاقامه في المكان ان هو بينقلك للزمن لورا في نفس الوقت، وانت تبقى قاعد شايف الاهرامات. دي الحالتين اللي هو بيحطك فيهم. اعتقد الاجواء دي بتبقى مناسبه اكتر للناس اللي هي بقى لها كتير ما جاتش لمصر، او الناس اللي عايزه تقعد في مكان قريب من الاهرامات، او الناس اللي بتزور مصر مثلا من الخليج او حاجه زي كده. فده هو المكان المناسب. سعر رخيص وقريب جدا من الاهرامات. برضو في قعده عربي ظريفه جدا. انت ممكن مثلا تيجي تقعد هنا، يعني ايه فيها الاجواء اللي هي بتاعت تشوفها كده بتتباع في الخليج الخليلي. عجباني صراحه القعده هنا ظريفه ودمها خفيف. برضو لو انت عايز تقعد هنا تطلب شاي او قهوه او حاجه، فهم
هم هنا يا جماعه بيحضروها برده انت قاعد تستمتع بالفيو بتاع الهرم. نتكلم عن مميزات وعيوب المكان. بالنسبه لي مميزات المكان السعر رهيب. حجزنا غرفه لشخصين بالفطار 805 جنيه، فسعر خيالي بالنسبه للقرب دوت من الاهرامات. المكان هادي جدا، استرخاء جدا، انت ممكن تفصل عن كل الازعاج بتاع العالم وتيجي تقعد هنا ما عندكش اي مشكله خالص. بالنسبه لي العيوب هي صعوبه الوصول للمكان بس، يعني هي دي الحاجه الوحيده السلبيه، ان انت عشان توصل للمكان بتخش وسط حواري وقصص وبتاع، ولكن في الاخر بتبقى واصل بقى المكان انت عارف ان هو هادي ولذيذ والاسترخاء فيه لطيف وكل حاجه كويسه. المكان بقى اللي احنا ساكنين فيه ده حواليه في كل حته تقريبا في ناس بتأجر خيل وتأجر جمال وكاريتات وكل حاجه انت عايزها عشان توصل الاهرامات بيأجروها. فاحنا بقى بعيدا عن الكلام ده كله رايحين دلوقتي ايه نتغدى عند كبابجي الاهرام براغيثو. شفت بقى المطعم دوت على جوجل مابس واخد تقييمات عاليه وقريب من المكان اللي احنا ساكنين فيه، فيلا نكتشف مع بعض. جنب فيلا خوفو جينا بقى هنا المكان دوت اسمه كبابجي الاهرام براغيثو. الاسم بان غريب شويه. فكره ان المطعم ده مكتوب ان هو اتأسس من سنه 1960، مطعم قديم وسنتك وحاجه تراث القديم. طبعا انت بقى جنب الاهرامات فلازم تجرب حاجه من الاخر. عندهم وجبه مميزه جدا اسمها وجبه الاهرام، والوجبه الاهرام ديت فيها كباب وكفته وفراخ ورز شوربه وسلطه وعيش، كل ده ب 250 زائد الخدمه طبعا. فوجبه فيها كل حاجه. جبنا بقى شويه حاجات ثانيه برضو ايه عشان نكمل الفكره وكده. جبنا طاجن باميه باللحمه وطاجن خضار مشكل وملوخيه عشان نجرب برضو ايه الحاجات اللطيفه اللي عندهم الاكل المصري. وطلبنا محشي كمان. طبعا الكلام دوت انا وعبد الرحمن بنجربه مع بعض. خلينا نشوف الاكل عندهم عامل ازاي. اول حاجه نزلت هي شوربه لسان عصفور، خلينا نجرب. طعمها جامد جدا. لسان عصفور مظبوط صح، والشوربه طعمها جامد برضه. بنحط عليها شويه ليمون ننقلها في حته ثانيه. هو ده الكلام. طبعا الاكل بقى بدا ينزل لك، فده طبق المحشي. بحب المحشي جدا صراحه. خلينا نشوف المحشي بتاعهم عامل ازاي. تولك كده وبتاع مزينهولك وتحته بقدونس وحركات شكل الكوسه. جامد جامد جامد. فلفل سنه، في سنه شطه، فيعني اللي هو ايه مصري يعني محشي معمول بطريقه مصريه من الاخر. خلينا نجرب ورق عنب. ورق عنب برضه ايه شكله ظريف. 100 100 بدايه مبشره. نجرب بقى ملوخيه. قطع كده العيش تقوم عامل ايه ودن قطه وتضرب على طول. قلب كده تقليبه بسيطه وضارب على طول. عالمي. ملوخيه مظبوطه جدا 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 مفيهاش غلط. عندك بقى الطبق الرئيسي دي بقى وجبه الاهرام. وجبه فيها كل حاجه، كفته وفراخ وكباب وكل اللي انت محتاجه. كده نجرب الكفته. ايوه بقى مع شويه طحينه. بصراحه متفاجئ. اكل جامد اقسم بالله رهيب. كفته خياليه. فراخ عامله ايه برضو مع شويه طحينه ونديها على طول من الاخر. الرز برضو شكله مستوي، يعني شكله ايه ماسك نفسه. 100 100. جبنا بقى ايه شويه توابل. خلينا نجرب كده ايه طاجن الباميه مع الرز. نجيب شويه باميه كده حلوين ونضرب على طول. معلقه تفتح النفس. تسبيكه صراحه لا محتاجين واحده كمان عشان ايه نقرب. يعني طعم الباميه بيتي جدا، تحس انت تاكل عند حد من قرايبك بيعرف يطبخ كويس. نجرب بقى طاجن الخضار، كوسه وجزر وبطاطس. عالمي. تسبيكه صراحه مظبوطه بشكل غير طبيعي. عايزك بقى تجرب الكفته بتاعتهم يا عبد الرحمن. اكل جامد صراحه. الاكل هنا جامد جدا. المطعم مفاجئني، يعني دايما الحاجات اللي هي السياحيه ديت مش بتبقى جوده الاكل عاليه، ولكن صراحه المطعم ظريف والاكل حلو جدا جدا جدا. خلاص الاكل نرجع فيه. بعد تجربه الاكل اللطيفه ديت شفنا كبابجي الازهر براغيثو وشفنا فيلا خوفو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام. انت خايفه من الكاميرا؟ تعال.